كيفاش خرجت الرجاء للوجود وكيفاش تأسست. أي واحد فينا عارف الأب جيجو، هو الأب الروحي للكرة البيضاوية بصفة عامة. الاسم ديالو الكامل هو محمد بن حسن التونسي العفاني، واللقب ديالو هو الأب جيجو. هو اللي كيرجع ليه الفضل في تأسيس النادي اللي صالو جال وتسارى الكرة الأرضية كاملة، واللي معروف بالرجاء العالمي. ولكن ارتبط تاريخ التأسيس في ظروف تاريخية معينة، وارتبط الاسم تاع الرجاء بالأحياء الشعبية في مدينة الدار البيضاء المغربية في عهد الحماية الاستعمارية الفرنسية، وفي مرحلة بروز الحركة الوطنية والمطالبة بالاستقلال. وكاد ارتباطه بالأب الروحي للكرة البيضاوية اللي هو محمد بن حسن التونسي العفاني، الأب جيجو، إضافة إلى التجربة الواسعة في ميدان الصحافي، واللي كيتعتبر أول مغربي يتوفر على دبلوم رياضي في ميدان التدريب اللي حصل عليه في إنجلترا، ومن أوائل المغاربة الحاصلين على شهادة البكالوريا وسط الحديثة. هاد الأمور كاملة خلات الفريق الأخضر يحتل مكانة قوية وراسخة في قلوب ذاكرة الدار البيضاء. نتعمقوا أكثر في الطريقة اللي تأسس بها فريق الرجاء البيضاوي، ملي تجمعوا في مقهى بويا صالح باش يأسسوا الفريق، وحثوا على ضرورة استقلالية والحفاظ على الصبغة ديالو المغربية. من بعد ما المؤسسين تاع الرجاء دفعوا الملف ديالهم، ولكن رفضوه لهم المستعمر الفرنسي في ديك الوقت، حيت ما توفراتش فيه الشروط اللي كيطالبوا بها. داكشي علاش المؤسسين ديال الرجاء فكروا مزيان باش يوصلوا الى صيغه للتحايل على الشرط اللي وضعوا المستعمر، اللي هو على الراغبين في تأسيس نادي رياضي في كل من دول المغرب العربي اللي كانت مستعمرة من فرنسا. وهذه النقطة هي اللي عقدت الأمور وخلات المكتب تاع الرجاء الرياضي يقلب على الحل. المؤسسين ديال الرجاء بقاو كيفكروا مزيان حتى وصلوا لواحد الطريقة ذكية للتحايل على هذا القانون وتضليل المستعمر الفرنسي باش يخلي المقاومين المغاربة والنقابة المغربية يؤسسون نادي الرجاء البيضاوي في ذلك الوقت. الحل هو تقدم الجزائري حجي بن عبادي بملف طلب تأسيس الفريق، حيت هو فرنسي الجنسية وكيتوفر فيه الشرط اللي طالب به المستعمر، واللي هو توفر الفريق على مواطنين فرنسيين. حجي بن عبادي رحب بالفكرة وقبل أنه ينضم للمكتب، ودفع الملف تاع الرجاء البيضاوي للمستعمر في ديك الوقت باش يتقبل. وفي الأخير تقبل الملف تاع الرجاء البيضاوي وتأسس النادي سنة 1949 20 مارس. حجي بن عبادي ماشي هو المؤسس الرجاء فقط، كان وسيلة لتأسيس نادي الرجاء، وكان هو أول رئيس في تاريخ نادي الرجاء البيضاوي. وقاسم القاسمي أول مدرب في تاريخ الرجاء البيضاوي، والمساعد ديالو بوجمعة رحمه الله. اسم الفريق جاء عن طريق القرعة من طرف المؤسسين في ذلك الوقت، اقترحوا الكثير من الأسماء: الشرف، الفتح، أطلس، عبد المؤمن، ثم الرجاء. وفي القرعة طلع الاسم تاع الرجاء، وملي طلع الاسم تاع الرجاء قال أحد المؤسسين واحد العبارة: رجاء ورجاؤنا في الله. واختاروا اللون الأخضر للرجاء، حيث اللون الأخضر كيعني الآمال والعطاء. واختاروا النسر كشعار لنادي الرجاء الرياضي، حيث النسر كيرمز للشجاعة والقوة وعدم الاستسلام. أما لك قفزتي الهيبة المعلم. أول ديربي لعباته الرجاء مع الغريم التقليدي الوداد، فازت الرجاء بهدف ل0. جا الهدف من تسديدة من بعيد عن طريق اللاعب الوجدي، واكتسحت الرجاء شعبية كبيرة للجمهور الذواق واللي كيعشق اللعب الفرجاوي والتيكي تاكا، حيت الرجاء كانت كتخلي الجمهور اللي كيشاهد المقابلة يستمتع باللعب الجميل والقنطارات الصغيرة وداخلها. حكان الجلدة كانت طريقة اللعب منحوتة باسم الرجاء وماركة مسجلة باسم النسور، حيت الرجاء كانت كتلعب من أجل الاستمتاع باللعب والفرجة والتفاعل الجماهير. هادشي اللي خلى الرجاء تدوز مدة كبيرة بلا حتى لقب، حيت الرجاء ما كانتش كتفكر في اللعب على الألقاب،
الرجاء نهار فكرات تلعب على الألقاب كانت مهيبة. أول لقب هو كأس العرش سنة 1974، كان هو أول لقب غادي يدخل لخزانة النادي، واليوم ولاو فيها 8 من هاد الكأس و12 بطولة مغربية، منهم 6 البطولات متتاليين، كرقم قياسي الوطني صعيب تعاودو شي فرقة. أما قاريا فالرجاء هو النادي الأكثر تتويج بالألقاب القارية في المغرب برصيد 9 الألقاب مقسمة على الشكل التالي: 3 من دوري أبطال إفريقيا، و3 من كأس الكونفدرالية الإفريقية، وجوج سوبر، وواحد أفرو أسيوية. إقليميا توجد الرجاء بجوج كأس العربية، وواحد من كأس شمال إفريقيا. عالميا شاركوا النسور الخضر مرتين في كأس العالم الأندية. المشاركة الأخيرة حقق النادي الرجاء الرياضي إنجاز غير مسبوق، كأول نادي عربي غادي يكون وصيف بطل العالم أمام البايرن ميونخ سنة 2013، ومازال الخزانة ديال النادي مستعدة لاستقبال المزيد والمزيد من الألقاب.